هل مهاراتك بتكسبك فلوس ولا لسه مستني الفرصة؟ لو عندك مهارة وحابب تدخل مجال الفريلانسنج ومجال العمل الحر، فمجال العمل الحر مش مجرد انك ترفع السي في بتاعك وتعمل اكونتس على مواقع الفريلانسنج. علشان تبدا مجال العمل الحر لازم تكون عندك خطة محددة وواضحة علشان تعرف تبدا صح، وده اللي احنا هنتعلمه في كورس الفريلانسنج الشامل. في كورس الفريلانسنج احنا هنتعلم ايه؟ هنتعلم ازاي تحدد مهاراتك ونقاط القوة بتاعتك والمجال اللي يناسب مهاراتك وقوتك، ازاي تقدر تبني بورتفوليو قوي ليك يساعدك في الحصول على اول عميل ليك. هنتعلم ازاي تسعر خدماتك وتسعر سعر الساعة بتاعتك بناء على مهاراتك وبناء على السوق، متطلبات السوق. واخر حاجة هنتعلم ازاي نتفاوض مع العميل وازاي نتواصل بشكل فعال مع العميل علشان نقدر نبني الثقة بيننا وبين العميل. هتتعلم وتطبق بنفسك على مواقع الفريلانسنج زي مستقل وفريلانس يارد واب وورك ازاي تتعامل مع المشاريع وازاي تتعامل مع العملاء بتوعك علشان تحصل على احسن استفادة. لو مهتم سيب كومنت وهنبعت لك التفاصيل.